تخيل معايا انك عايش في القرن 19 وخدام في سفينة تجارية ما عليك ما بيك حتى تشوف سفينة اخرى باقا مزيانة غادية وسط البحر، وملي تقرب منها تلقاها خاوية، يعني غادية هي وحدها بلا حتى شي ربان ولا طاقم. شنو غيكون الاحساس ديالك في ديك اللحظة؟ اليوم غادي نتكلموا على اغرب اختفاء يمكن لك تسمعه في حياتك، The Mary Celeste، او كيف ما كيقول لها بعض الناس سفينة الأشباح. شنو وقع لديك السفينة وشنو السر اللي مورا هذا الاختفاء؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه في هذا الفيديو. السلام عليكم. قبل ما نبداو نتمناو تدعمونا بالاعجاب والاشتراك باش هكا نقدروا نكملوا في تقديم محتوى زوين. نبداو القصة من الاول. The Mary Celeste هي واحد السفينة تجارية كتنقل البضائع، ومن اغلب السلع ديالها انها كتنقل المشروبات الكحولية من امريكا لاوروبا، وغالبا الخطوط تاعها كيكونوا ما بين نيويورك وايطاليا، وبالضبط جينوفا. وفي 7 نوفمبر 1872 كانت انطلقت الرحلة تاعها المعتادة من نيويورك لجنوفا الإيطالية. كان كل شيء مزيان ومرتاح حتى النهار 4 ديسمبر من ذاك العام. فاجعة مرعبة غيتم الاكتشاف ديالها من قبل البحارة اللي في المحيط الأطلسي، حيث السفينة الشراعية الكندية غادي تصادف The Mary Celeste في المحيط الأطلسي قبالة جزر الأزور، وفي حالة مزيانة يعني قابلة للإبحار. ولكن الشيء الصادم هو أن السفينة غادية هي وحدها، ما فيها حتى شي واحد، وحتى الشراع باش كانت غادية كان مضبوط مزيان. والشيء الأكثر غرابة حتى قارب النجاة ما كانش فيها، يعني أن الركاب استخدموه باش يهربوا. ولكن اللي ما مفهومش هو أن ديك السفينة كانت سليمة. إذا شنو خلى الركاب يخرجوا من السفينة وهي في حالة مزيانة؟ هاد الحادثة اللي خلت العالم كامل في حيرة وزرعت الخوف في بزاف الناس اللي كانوا ديجا خدامين في البحر. حتى من صحاب السفن التجارية العملاقة كانوا مخلوعين من هذا الخبر، حيث هاد الشيء عمرهم شافوه من قبل. ما تقبلوش هاد الشيء، حيث كاينين بزاف العوامل اللي كتبين باللي هاد الاختفاء ماشي عادي. ومن بين هاد الاشياء ان السفينة باقا مزيانة، يعني ما فيهاش شي اضرار في الهيكل اللي كتبين باللي تعرضوا لشي اعصار ولا شي امواج. حتى لو كان اعصار او زلزال راه ما يمكنش يخليو السفينة قداش ويمشيو يستعملوا قارب النجاة اللي صغير. ثانيا السفينة باقي فيها كل شيء في بلاصتو، الحمولة كاملة باقا كيف ما هي، وحتى الأغراض الشخصية ديال الطاقم اللي كانت ثمينة حتى هي باقا بلايصهم، يعني أنهم ما تعرضوش لشي هجوم من طرف القراصنة أو السراقة. هادشي اللي خلى بزاف الناس في واحد الدوامة من الأفكار والمحاولة باش يعرفوا شنو وقع لهاد السفينة، وشنو هو السبب اللي خلى الطاقم كامل يخرج من سفينة كبيرة باش يهرب في واحد الفلوكة صغيرة ديال النجاة. ومن بعد ما انتشر هاد الخبر كالنار في الهشيم في جميع الدول، خصوصا الدول الأوروبية وأمريكا، خلى بزاف الناس يبداو يفسروا هاد الحادث المرعب والغريب اللي تعرضت ليه هاد السفينة. ومن التفسيرات اللي قالوها الناس أن الطاقم تخطف من قبل الكائنات الفضائية. عارف أن هاد الشيء ما كيدخلش العقل، ولكن راه بزاف الناس اللي أيدوا هاد الفكرة وأيدوا النظرية ديالهم باللي في ديك الفترة ما كانت حتى شي سفينة في البحر، وأنهم ملي هجموا الكائنات الفضائية على السفينة طاقم كامل ترعب منهم وهربوا لقارب النجاة باش هكا يضلوهم ويقدروا يهربوا منهم. ولكن ما قدروش، حيت الفضائيين قدروا يكتشفوهم وهكا خطفوهم. هادشي اللي قالوا هما. انا كنقول غير التفسيرات الاكثر شيوعا في هذه الحادثه. التفسير الثاني قالوا باللي السفينه تاهت في البحر وفي الطريق ديالها دازت من حدا مثلث برمودا، وملي الطاقم شاف دوك الاهوال اللي واقعين في مثلث برمودا قرروا يستعملوا قارب النجاة باش يبعدوا منه. ولكن وقع العكس، حيت السفينه قدرت تخرج منه ولكن هما انجرفوا لوسط مثلث برمودا. والتفسير الثالث قريب شويه للتفسير الثاني اللي هو انهم دخلوا وسط مثلث برمودا، وان الطاقم شافوا حوريه البحر، والطاقم تفتن بالزين تاعهم وبداو كيتلاحوا واحد ورا واحد، الا الربان تاع السفينه اللي شد في راسو وخاف على راسو واستخدم قارب النجاة باش يخرج من تما، ولكن حوريه البحر قدروا يغرقوه حتى هو. وكاين التفسير الاخير اللي هو ان السفينه تعرضت لعاصفه او زلزال، وهكا قرر الطاقم يهرب من السفينه ويخرج. ولكن منطقيا راه ما يمكنش، حيت السفينه باقا مزيانه وما متضرراش، يعني ما تبقاش ليها القاع تاعها باش تغرق. اذا ما كاينش شي واحد يقدر يواجه عاصفه او زلزال بقارب النجاة في حين ان السفينه باقا صالحه للبحار. وكاين اللي قال باللي السفينه انجرفت للدوامه وسط البحر وما قدروش يبعدوها من ديك الدوامه، وملي شافوا راسهم قربوا ليها قرروا يهربوا قارب النجاة. هادشي كامل كيبقى غير نظريات وتفسيرات من الناس،
الله اعلم بداك الشيء اللي وقع ليهم ديك الرحله. وهذه كتعتبر من ارعب القصص الاختفاء في العالم، وهذه القصه راه حقيقيه، ولكن حتى واحد ما قدر يعرف شنو وقع لديك السفينه. وانتم شنو كتوقعوا انه وقع لهاد السفينه؟ الا عندك شي تفسير او معلومه او اضافات ما تنساش تقولهم لينا في التعليقات. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش تدعمونا بالاعجاب والاشتراك باش نبقاو نتحفوكم بالجديد والظواهر الخارقه اللي وقعت بصح. الله.